السلام عليكم. غادي نشارك معكم اليوم واحد المقبله ديال البسباس، يعني البسباس محمض اللي كيوجد في 5 دقائق وكيجي لذيذ بزاف. كتعرفوا البسباس كيكون يعني عندنا وكنديروا غير في الطاجين، يعني بامكاننا نوجدوا به بزاف ديال الوصفات. اول حاجه كنحتاجوا كميه ديال البسباس على حسب الرغبه. انا عندي تقريبا اكثر من نص كيلو ديال البسباس. من الاحسن اختاروا حبات اللي يكونوا صغار ولا متوسطين، اللي ضروري ديروا لهم الماء والخل. كتقطعوهم يعني طريفات اللي كيكونوا ما كبارش بزاف، بهذا الحجم اللي كتشوفوا. انا غادي نوريكم وحده هنا. راه عندي انا خديت حبات صغار اللي كنحيد لهم داك الراس ويعني التحتاني ديالهم ودوك القشور اللي كيكونوا ناشفين، وكنقطعهم بحال هادو صغار على 4. كانوا كبار كتقطعوهم بهذا الشكل، يعني اصابع اللي كيكونوا صغار، يعني على حسب الحبه ديال البسباس اللي عندكم. كديرهم في الماء والخل وكتخليهم مرقدين واحد 10 دقائق، وكتغسلوهم مزيان مزيان وتسقطروهم، لان كيكون فيهم الرمله ولا التراب، وممكن تدخل فيهم حتى بعض الحشرات لانهم محلولين من الجوانب، وكذلك كيكونوا حتى المبيدات. كنسقطروه وكناخذوه وكنديروه في كوكو طنجره ديال الضغط، وغادي ندوزو نضيفوا ليه يا اما معلقه كبيره ديال الزبده تكون ممسوحه، الزبده حيوانيه، ولا الزيت البلدي. يعني عندي هنا زيت الزيتون، ضفت واحد 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي ندوز نضيف رشه ديال الملح ورشه ديال الابزار، يعني 4 معالق صغيره 4 معالق صغيره. يعني ما تكتروش لان الكميه ما كثيرش، وملي كيطيب كيقلال ما تكتروش ليه الملحه. يعني الملحه ديروا غير 4 معالق حتى كيطيب. الا جاكم مسوس عاودوا ضيفوا رشيشه ديال الملحه، ومع غادي نضيفوا ليه الحامض. هنا كتضيفوا ليه واحد 2 معالق كبار حتى 3 ديال عصير الحامض، شي حامضه صغيره تكون معصره ولا حامضه نص حامضه كبيره العصير ديالها، وواحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، ونخليو شويه ديال المعدنوس باش نزينوه في الاخير. كنحركو مزيان مزيان بهذا الشكل ديك الطنجره ديال الضغط، وكنسدو نديرو الصفاره ونحطوه فوق عافيه متوسطه. غير كتبدا تصفر الصفاره كنهبطوا العافيه مهيله شمعه، وكنحسبوا 5 دقائق وكنطفيو عليه. البسباس راه كيطيب بسرعه، ما نكتروش ليه الطياب باش ما يتحلش لينا ويتفرتك. صافي هنايا داز ديك 5 دقائق، خليته يرتاح واحد 5 دقائق اخرى حتى بردات الكوكوط ولا الطنجره ديال الضغط على خاطرها. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، راه كيكون واجد وطيب وكيجي بنين ومحمض كي كتشوفوا معايا. ساهل ماهل كيتوجد بسرعه في اخر لحظه، وهاد الطريقه احسن انكم كيجي لذيذ على انكم ديروه في الطاجين. وكي كتعرفوا البسباس راه فيه عنده بزاف ديال المنافع. في الاخير كنضيفوا ليه داك المعدنوس، كيضيف ليه واحد المذاق زوين هو وعصير الحامض، وكنقدموه بالصحه والراحه. يعني كتقدموه كمقبله وكمرافق للاطباق الرئيسيه ديالكم. لايك وبارطاج لعجبكم الوصفات.